اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات. اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وزين نساءنا بآداب سورتي النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب، وجعل سعادة الدنيا والآخرة ما بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين. حابة كده اصبح عليكم واقول لكم صباح الفل وصباح الهنا على عيونكم يا حبايبي، لان انتوا تستاهلوا مني كل خير بصراحة على كلامكم الجميل ومحبتكم ليا ودعواتكم لابني. ربنا يجازيكم كل خير ولكم بالمثل كل دعوة حلوة دعتوها ليا. قبل ما نخش على الفيديو حبايبي بقى، ما تنسوش تحطوا اللايك علشان طبعا يساعد الفيديو في الانتشار اكتر، وده طبعا في مصلحة القناة. ويلا بينا كده نخش على المحتوى، وان شاء الله وباذن الله الفيديو النهارده كده يكون حلو ويعجبكم بامر الله. بصوا بقى يا حبايبي، انا بسجل لكم طبعا في البلكونه، فاستحملوني بقى لو سمعتوا بقى صوت اطفال مثلا، صوت عصافير، الحاجات دي، لاني انا مش عارفه اقعد في مكان في جوه ان انا اسجل صراحه، الله المستعان. وكمان عايزه اخلص معاكم وهطلع. عندي كده شويه فراخ كنت عيناهم يعني عشان يبيضوا. فراخ يعني مش كبيره قوي، الواحده تجيلها كده كيلو الا ربع او كيلو. فاللهم صل على الحبيب المصطفى، قلت بقى ما بدهاش انا هذبحهم، مش هخلي عندي حاجه خالص غير ايه بطيتين بس كده، واللهم صل على النبي، وفرختين بس كبار وخلاص على كده. اما ان انا يعني اخلي عندي الكميه اللي كنت مخليها الاول مش هخليها، لان طبعا الاكل غالي جدا بتاع الطيور. كيلو العلف عندنا هنا واصل 22 و25 جنيه، وكيلو الدشيشه بقى دلوقتي ب16 جنيه، والرده كمان ب12 جنيه. فبصوا الاسعار نار، ده غير طبعا سعر العيش الناشف. طبعا سعر العيش الناشف وصل عندنا الكيلو ب10 جنيه.
فانتوا عارفين اللي هو يعني والله انا كان نفسي يعني ان انا ما اتخلش عن الفراخ ديت. يعني هي حلوة بصراحة في البيت جدا اهو، مش مشكلة. كان كل كام يوم ينزلوا لي بيضة، اللي هما الفراخ البلدي، ينزلوا لي بضاية، بس بقول مش مشكلة. كانت برضو بضاية بلدي، اكاد تكون ان هي يعني كويسة. يعني كنت اسلق منها الرحيم، احوش منهم كده شوية ونسلقهم مرة ونفطر بيهم. بس بصراحة ربنا يعني الموضوع كده زاد عن حده، فقلت لا خلاص مش مشكلة بقى. يعني الواحد طبعا يعني مش هيموت بقى ولا مثلا اظلم الحاجة معايا. ان انا اظلمهم معايا، ان انا طبعا مبقاش عارفة اجيب لهم مثلا اكل او اكفيهم بالاكل اللي هما مطلوب وكده. فقلت لا خلاص انا اذبحهم وخلاص. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. هخلص طبعا معاكم التسجيل الفيديو وان شاء الله باذن الله هطلع بقى ادبح فيهم. هما حوالي زي بتاع 13 فرخة يعني. بيني وبينكم الطيور في البيت والله هو خير، خير كبير على فكرة. يكفي ان هما بيلموا حسنة البيت بس. فالله المستعان على كل حال. المهم حبايبي، كنت عايزة ارد بس كده على كذا سؤال اتسأل في الفيديو اللي فات وما عرفتش طبعا ارد في الكومنتات، لان والله الوقت يعني اليوم بيعدي في لمح البصر. اللي عارفة اشوف حتى شغلي، يعني حتى شغلي اللي هو التصوير انا مش عارفة اصور. بس ان شاء الله خير. وبالنسبة للناس اللي بتسأل على الرحيم، الحمد لله الحمد لله بفضل الله رحيم دلوقتي بقى كويس الحمد لله. هو شوية وقف الترجيع وكان يعني لسه بيسهل، فالحمد لله بفضل الله يعني يا رب. مبسوطة اوي ان هو يعني الحمد لله يعني يعني خف وتحسن. ربنا يا رب يشفيه ويشفي اولادكم جميعا اللهم امين. فالحمد لله يعني ديت حاجة كده ريحت نفسيتي شوية، لان انا كنت متضايقة بصراحة عشانه. بس هو دلوقتي رجع كده لنشاطه تاني، وبقى كده برضه ايه مناكفني شوية. كمان بصوا بيزن وكده صحي من النوم. اللهم صل على الحبيب المصطفى. الأسئلة، كان حد سألني على مكنة الخياطة، هي نوعها حلو ولا؟ بصوا يا جماعة، انا مش واحدة انا بخيط خردة قديمة للبيع. ثواني بقى وارجع اسجلكوا تاني، انا كنت عايزة اخلص قبل ما الزور يأذن. بص هو احتمال كده ان هو سكت يعني. المهم ما علينا. القرآن الظهر هو شغال وهو مسكتش، هو شغال تاني. بس ما علينا بقى هنسجل، لان انا بجد ايه زي ما قلت كل وقت بيضيع، وانا يعني عايزة اخلص ونصلي الظهر كده بقى ونطلع نشوف هنعمل ايه على السطح. لان اليوم النهارده هيكون مسحوم بالشغل يعني وكده. طبعا هسيب منا طبعا يعني تحت هنا تخلي بالها من رحيم. وهطلع انا ومحمد، بما ان هو قاعد النهارده هطلع انا ومحمد بقى ايه نعمل الحاجه مع بعض عشان ننجز. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بصوا بقى المكنه الخياطه. بصوا يا جماعه، انا بخيط من زمان بس انا ما عنديش خبره في انواع المكن. يعني انا ما عنديش خبره كافيه في انواع المكن. بس المكن اللي عندي هو نوع جوكي او جاك، حاجه زي كده، جوكي بيتهيالي. الماركه دي انا مش عارفه هي يعني الماني ولا ايه، انا مش عارفه بصراحه هي مصدرها ايه. بس النوع ده حلو. في نوع تاني اسمه مش عارفه اسمه، حاجه زي صنصير حاجه زي كده. دي اختي الكبيره شارياها جديده وعندها شغاله بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. هي كانت جايباها من يجي 3 سنين او سنتين، مش عارفه. كانت جايباها متهيألي ب4000 وشويه او 5. بس انا عن نفسي عايزه اقول لكم انا شاريه المكن بتاعي ده من اول ما بدات المشروع بتاعي. انا شاريه مستعمل، مش اشتريته الصراحه جديد، عشان تكونوا عارفين. يعني انا شاريه المكن ده مستعمل، يعني المكن اللي انا شغاله عليه ده مستعمل. مش معنى ان هو مثلا المكن المستعمل يبقى وحش، لا، بيبقى في مكن مستعمل كسر زيرو بيبقى حلو تمام. واي مكن يعني خياطه بيبقى محتاج يا جماعه ان هو في كده بتاع الصيانه كده من حين لاخر كده، كل 3 شهور كل شهرين يجي يبص عليه. ده لو انت حطاها في البيت يعني كده ايه ما بتشتغليش عليها الشغل اللي بالك فيه. انما لو بتشتغلي عليها باستمرار هتعوزي يعني بتاع الصيانه. طبعا انت هتبقي واخده بالك منها، يعني فيها حاجه خسعت معاكي هتبقي انت واخده بالك منها وعارفه وعارفه ايه الحاجات اللي بتخسع معاكي فيها تمام. ده بالنسبه للمكن الخياطه. بصوا هنا انا داخله المطبخ كنت مشطباه الحمد لله في اليوم دوت. وكنت كمان جايبه 3 كرنبات حلوين كده سلقتهم، عملت منهم حلتين كده صغننين. ورحت يعني فاهمين وعيناهم في التلاجة. والباقي بقى حطيته في اطباق كده عشان خاطر ايه يتخزن. انتوا عارفين انا بحب اخزنه عندي.
واللهم صل على الحبيب المصطفى في اليوم دوت طبعا بقى ايه، يعني المحشي ده كان قبلها بيوم فاهمني، فده كده كان تاني يوم، يعني المقطع اللي انت شفتوه دلوقتي ده تاني يوم. لاني طبعا المحشي انا كنت عامله حالتين سكنتين جدا، ف يعني واحده خلصت في الغدا والتانية اتعشوا بيها فخلصت. فصحيت تاني يوم كده طلعت بقى ايه فراخ من اللي عندي عشان ان انا يعني اعملها سليق وكده، وقلت اطلع كيس بسله من الصغنن ده، واللهم صل على الحبيب المصطفى ان انا يعني اعمل لهم طبيخ بسله ورز وملوخيه. بصوا بقى دي فايده التفريزات، انا كل ما بروح السوق عايزه اقول لكم يعني مع غلاء الاسعار ده، بس برضو انا عرفت اجيب 2 كيلو بسله بقشرها، وما بحبش اجيب الفرط. ليه؟ هقول لكم انا ليه، بس هقول لكم بس الحته دي. كل ما اجي اروح السوق مثلا، يعني انا ده حاجه انا ماشيه عليها وعايزه افضل مستمره عليها، بحيث ان انا بيتي يبقى طول الوقت مستور وفيه خير فاهمني. يعني مثلا النهارده خدت مثلا السوق 200 جنيه، وعندي ازازتين زيت عندي ازازتين مثلا زيت في البيت. ممكن بقى اقعد اضيع الفلوس دي كلها مثلا في التسويقه اللي هي كده وما اجيبش، لا بروح اجيب الاساسيات اللي هو مثلا اجيب 2 كيلو مكرونه، اجيب كيلو سكر، اجيب ازازه زيت. ممكن الحكايه دي كلها تخش لها زي كده في ايه، في زي 150 جنيه. البند ده 150 جنيه، هتبقى معايا 50 جنيه. ماشي، اجيب بقى منها مثلا اللي هو النص خيار، مش عارفه الحاجات اللي فاهمين اللي هو الطبيخ بتاع اليوم. اجي الاسبوع اللي بعد منه، لا اقلب الايه بقى، يعني مثلا اجيب مثلا 3 4 كيلو بسله، او ممكن اجيب 2 كيلو بسله، وكل اسبوع اكررها كده اجيب 2 كيلو بسله. القوطه بقى مش عارف ايه فاهميني، بحيث ان انا بعوض ضيف دي، ان يجي عليا مثلا كل اسبوع اكون انا جبت حاجه اساسيه ومهمه جدا جدا للتفريز او للتخزين. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يا رب يكون المعنى اوصل لكم يا رب. فده اللي انا ماشيه عليه وافضل امشي عليه. يعني انا دلوقتي حاليا كده الحمد لله في ازازتين زيت في البيت. ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه، اذا ربنا احيانا ودانا العمر يا رب وحسن العمل، آه يوم الجمعه الجايه هجيب كمان ازازه، حتى يعني هخليها هي الاولويات. ان الجمعه دي بصوا انا ماشيه السوق ب150. اضحككم عليا، قلت يا بنتي يا هاجر انت اول ما تروحي السوق هاتي ازازه زيت وكيلو مكرونه وكيلو جبنه، وبعد كده الباقي كله بقى يهون. واخدين بالكم؟ بسم الله ما شاء الله. وكنت في نيتي ان انا يعني اجيب مثلا الحاجات دي، او لو كنت وفرت حاجه منهم كنت جبت مثلا كيلو سمك، لان انا كان بقالنا فتره جبنا سمك. بسم الله ما شاء الله علي، انا ما جبتش حاجات من دي خالص. عايزه اقول لكم ال 150 جنيه اتصرفوا في ايه، والله لا اقول لكم دلوقتي. جبت كيلو جبنه ب 40 جنيه، تمام. جبت اللهم صل على الحبيب المصطفى كوز اللي هو قالب اللانشون ده ب20 جنيه، نوع حلو جدا هبقى اوريهولكم. اللهم صل على الحبيب المصطفى. جبت ايه تاني يا رب ذكرني يا ربي؟ جبت كيلو قوطه ب6 جنيه. جبت ايه تاني؟ جبت بقى بصراحه اللي صرف معايا الاسبوع دوت الفاكهه، يعني كان اسعارها غاليه. جبت 2 كيلو موز ب25 جنيه، وجبت كيلو فراولة ب15 جنيه، وجبت مثلا سفندي برضو 3 كيلو ب10 جنيه. بصوا يعني عايزه اقول لكم اللهم صل على الحبيب المصطفى، ال150 جنيه لقيتهم اتفرتكوا، وانا ما كنتش جايبه حاجات، يعني اللي هو جايه في الشنطه حاجه كده لا تذكر. لا جبت بطاطس ولا جبت حاجه من اللي انا كنت بحقق لها احلامي دي فاهمني. بس الحمد لله برضو مستوره، والبيت الحمد لله الحمد لله فضل الله مليان خير. فانا بحاول اعمل كده بقى علشان خاطر فعلا يبقى على طول حاجه عندي متوفره. كل اسبوع لازم اجيب حاجه اساسيه انها تتعين، سواء بقى من زيت ومكرونه او سكر، سواء بقى من اللهم صل على النبي من الطبيخه والخضروات. يعني بحب كده. بصوا بقى ما بحبش اجيب البسله المتفرطه. ليه؟ لان هما لما بيجوا يفرطوا البسله بيبيعوها متفرطه، دي بتبقى بينقوا الحبايه اللي هي الناشفه، اللي هي الدبلانه فاهمني. مش بتبقى الحبايه اللي هي الخضره ديت اللي هي بتبقى مسكره، البسليه بتاعتها كده مسكره. فعشان كده بقول مش مشكله اتعب فيها شويه، بس تبقى ضامنه ان البسله تبقى اللي هي البسليه المقفوله، اللي هي بتبقى نظيفه وبتبقى طعمها مسكر كده وطريه شويه. اما انتوا هتشوفوا بيبقوا قاعدين بيسردوا كده وبينقوا البسلية اللي هي دبلانة ومفتوحة كده، بيروحوا ايه بيفرطوها ويبيعوها مفرطة. هي بتبقى بتوفر في المجهود، بس بصراحة انا برجح يعني اللي انا اشتريها تكون سليمة دي احسن يعني.
فاهماني؟ ده بالنسبة بقى للخضار. اللهم صل على النبي. بكتر بقى من الحاجات وبخزن الحاجات اللي احنا بنستعملها، زي البسلة دي بجيب منها كتير صراحة، لان عيالي بيحبوها. الملوخية برضو ما بتيجي الموسم بتاعتها بحب افرز برضو منها عشان بتسهل عليا، يعني في اي وقت عايزين ياكلوا ملوخية دي مش عقبة بالنسبة لي. الاطباقة التانية اللهم صل على الحبيب المصطفى، بحاول اجيب منها واعرف عيالي عليها. ليه بقى؟ لان في اطباقة كده عيالي لسه بالنسبة لهم الحاجات دي جديدة، يعني زي الخبيزة اول ما عملتها كانوا مستغربينها، هو ايه ده؟ وقعدوا يستفسروا ويدوقوا طعمها. وشي مرة عجبتهم ومرة كانوا بيقولوا بخاطر يقول لي اه ده حلو، هم مش عاجباهم والكلام ده كله. فاهمني؟ فانا عايزه اعودهم ان هم يعني برضو ايه، يعني ادخلهم من جميع الاكل يبقوا هم عارفين انواعهم ايه، وبرضو يتعودوا عليها. لان اكتر حاجه بتنفع في اليوم انك مثلا تعملي شويه رز وحبه طبيخ مثلا وشويه ملوخيه ومش عارفه ايه، واليوم يتقضى بيه، لان وخصوصا لو انت عندك اطفال. فاهماني؟ فالاطباق التانية دي بجيب منها بس مش بكميات كبيره. الحاجه اللي هم زي ما قلت لكم اللي هم بحس ان هم بياكلوها وبيحبوها بجيب منها مثلا بشكل اكبر، زي البسله كده. جبت برضو قلقاس، ما جبتش كتير بس انا عايزه اجيب كمان شويه. بقشره بخزنه زي بقشره اللهم صل على النبي، بيتقشر ويتقطع وبروح عيناه في الكيس على طول. في ناس طبعا بتقعد تسلقه الاول ومش عارف ايه وكده، بس بصراحه يعني انا بقول كده افضل، يعني على ما اظن انا لسه اول مره اخزن القلقاس معاكم. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. بالنسبه للخبيزه، الخبيزه انا ما عملتش فيها اي حاجه غير ان انا قطفتها وغسلتها غسله كويسه، وحطيتها بس في اكياس كده اهوت، وفرغت منها الهواء كويس جدا، ورحت ايه حطاه في الفريزر. للسبانخ بقى، عشان كان حد قال لي بالله عليك قلنا على السبانخ، لاني جربوا ورق العنب، تخزين ورق العنب بطريقتي الحمد لله وعجبهم جدا جدا. فاللهم صل على النبي. السبانخ بجيبها برضو ما بعملش فيها اي حاجه غير ان بغسلها، انقيها واغسلها واخرطها زي الخبازه كده، واروح عينها في اكياس، واخدين بالكم، وافرغ منها الهواء برضو احطها في الفريزر. ده يا جماعه بالنسبه للطبخ. الحاجات بقى اللي جربت اخزنها وما نفعتش، الكوسه. الكوسه دي يعني نهائي نهائي ما ينفعش تتفرز ابدا ابدا ابدا. عايزه اقولكم بتتفرز وتيجي تطبخوها بتجلد كده، بتبقى عامله زي السفنج كده، وبتبقى بص مش حلوه خالص خالص. اكيد يعني كلنا اتحطينا في الموقف دوت. تكوني مثلا جايبه كده كيلو من الكوسه مثلا وطلع كتير عليكي، فتقولي لما عين كده ايه متقطعه بقى، طبعا يعني عينه كده ايه كطبخه تانية. فعايزه اقولكم دي من ضمن الحاجات اللي جربتها ما طلعتش حلوه، فاستبعدتها خالص. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بالنسبة بقى لورق العنب، الناس اللي خزنته على طريقة الحمد لله جميل، وانا على ضمانتي اهوت الحمد لله. بقول لكم بيقعد من السنة للسنة، ما بيجرلوش اي حاجة بره التلاجة، بره التلاجة وبره الفريزر، في برطماناته كده من السنة للسنة بيتحفظ بجد بجد جميل. تعالوا يا جماعة، الحاجات دي ما بتيجي مثلا في الموسم بتاعها بتبقى رخيصة، بتسهل عليكي حاجات كتير في السنة، بتسهل عليكي بصي، بتسهل عليكي وقت ومجهود، وتبقى بيتك على طول مليان حاجات في موسمها او غير موسمها، ويبقى مليان خير. كمان بتوفري في الفلوس. انا عايزه اقول لك بيجي وقت كده ورق العنب ده بيبقى اسعاره مهوله يعني، يوم ما يجي مثلا غالي او كده، لا انت ما يشغلكيش، بيبقى الحاجه دي موجوده في بيتك وجاهزه مجهزه يعني. فاللهم صل على النبي. ده انا بحب التفريزات عشان خاطر كده، يعني بتسهل عليا حاجات كتير جدا جدا يعني. فانت بقى لو في ايدك ان انت تفرزي لك شويه خضار كده في التلاجة تطبخها وتعملهم كده كيس على قد الطبخه، فاعملي كده، ما تتراجعيش عن الموضوع ده، لان بجد التفريزات في البيت وانك تخزني الحاجات دي كويسه. انا بالنسبه لي انا شايفاها كويسه. طبعا في ناس تانية بتقولك الحاجات دي مضره وبتاع، بس لا يعني ما انت كده كده برضو لما بتحتاجي بتروحي تجيبي من بره، يعني بتحتاجي تجيبي. انا بعرف ناس بتجيب كيس ملوخيه من بره اللي هي متفرزه، بتبقى تبع الشركات. وده لا، انت حاجه عاملاها بقى في البيت على ايدك انت اضمن ليكي. فاهميني؟ بصوا بقى بالنسبه لغسالة الاطباق، الناس سالتني برضو في الفيديو اللي فات يا هاجر هي بتستهلك كهرباء كتير ولا لا. انا عايزه اقول لكم هنا في يوم كده انا ومحمد باينه ايه، هو واقف على عداد بره وانا ايه جوه. جربي شغلي كذا وافصلي، شوفي العجله بتاعه العداد بتجري اسرع عند انه جاز. مبدئيا الفليزر الكبير بتاعي بيسحب كهرباء برضو عشان تكونوا عارفين. الاكتر من الفليزر السخان بتاع المية والكاتل بتاع المية، اللي هو الكاتل بتاع المية اللي بنعمل بيه الشاي ده برضو عايزة اقولكم فظيع في سحب الكهرباء. ايه تاني؟ الميكرويف برضو حريقة في الكهرباء عشان تكونوا عارفين. من ضمن الحاجات اللي واحنا بنجرب نشغلها
خلى العداد يور. غسلت الاطباق بقى، انا كنت متوقعه ان هي زيهم، سبحان الله الوحيده اللي جيت اشغلها وبسأل محمد بقول له ها، قال لي لا ماشي يعني سريع، بس اللي هو ماشي بس مش بسرعه الحاجات التانية يعني. فيها وفر فعلا جامد، مش ان هي بتستهلك كهرباء كتير على فكره غسالة الاطباق. فغسلت الاطباق اللي سألت انها بتسحب كهرباء ولا لا، لا هي بتسحب كهرباء طبعا، مفيش اي جهاز في الدنيا ما بتسحبش كهرباء، بس مش بسرعه الحاجه التانية، مش زي الحاجات اللي هي التانية زي التلاجة والفريزر. سرعتها زيها زي التلاجة كده والفريزر، انما مش زي الحاجات اللي هي سخان المية والكاتل والميكرويف والكلام ده كله. فاللهم صل على الحبيب مصطفى. اللي هي بتاعتي دي برضو نوعها اللي هي بيكو 10 افراد، انا كنت جايباها الحمد لله، كنت جايباها ب6000 جنيه. طبعا انا دلوقتي معرفش اسعارها كام، اكيد غليت طبعا، بس انا بجد بجد انا نفدت بالغسالة دي. يعني انا لحد دلوقتي والله بقول الحمد لله الحمد لله على اي جهاز جبته في البيت عندي ونفدت بيه. واي جهاز يعني الواحد عندك اي جهاز لازم تحافظي عليه، لان الايام ديت اسعار الاجهزه راحت في داهيه خالص، يعني غليت جدا جدا بامانه. فربنا كده ينولكم كل اللي في بالكم، اللهم امين، وتجيبوا كل حاجه نفسكم فيها، اللهم امين يا رب. كده حبايبي فيديو النهارده خلص، وده كده كان عشاء النهارده. استنى يا رحيم، ده عشاء النهارده، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوف وشكم على خير بقى، واروح اكل رحيم لحسن الكيكايه خلصت وبيعيط. السلام عليكم.